يعني مثلا وقفت ذات مرة عند آية نزلت في طريق الهجرة. نحن نعلم أن القرآن نزل بمكة أو بالمدينة. مدينة، نعم. المفسرون يقولون إلا آية واحدة نزلت في الهجرة. لفت انتباهي هذا الأمر. أثناء الهجرة في حد ذاتها؟ في طريق الهجرة. ما نعم. هي؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وخطاب ليثبته وأن دعوته على حق، ولا كأنه يقول لا تحزن أيها النبي، أنت أخرجت ولكن هناك أشد من قريتك وأشد قوة وأهلكناهم فلا ناصر لهم. العجيب أنها لفت انتباهي أن هذه الآية رقمها 13 في سورة محمد، والهجرة تمت في السنة 13 للبعثة. لا، وفي سورة محمد كمان. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم النبي. نعم. فأنت تعلم النبي بعث وعمره عليه الصلاة والسلام 40 عاما. نعم. وهاجر وعمره 53. إذا مضى 13 عاما. أيوة 13 عاما حتى هاجر أخرج. فجاء التوافق بين رقم الآية، يعني الله لم يضع هذه الآية في الرقم 12 أو 11، وضعها في الرقم 13 كأنه يريد أن يقول أن هذه الآية الله هو الذي أنزلها، لأن النبي لا يعلم متى سيهاجر ومتى سيخرج. ومعنى الآية تتحدث عن إخراج النبي، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. الآن أنا قلت هذه مصادفة، وأنا أعد حروف الآية سبحان الله حسب طبعا الرسم العثماني الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المفاجأة أن عدد حروف هذه الآية 53 حرفا. كان عدد حروف هذه الآية 53 حرفا. تمام. بنفس عمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآية. تمام. يعني هذه ظاهرة ليست مصادفة. ليست مصادفة. أكيد يعني كل من يفقه شيئا في الرياضيات وفي الاحتمالات يقول هذه ليست مصادفة. طبعا.